بحضراتكم إلى هذه الفترة المفتوحة تتجدد معكم دائما من 2:15 وحتى 3:30 يوميا في رمضان أرصاد شخصية على موجات صوت العرب من القاهرة. وطبعا معكم أسرة يوم الاثنين زي كل أسبوع أستاذ عبد الرحمن بسيوني وميادة كامل، ومعانا ضيف من العيار الثقيل كالعادة كل أسبوع، وهيكون لنا معاه حوار، وهيكون حوارنا زي ما احنا متعودين عن السمات الشخصية وارتباطها بالأرصاد الجوية والأبراج الشمسية وغير الشمسية والكثير والكثير من الحوارات اللي هتدور في هذه الحلقة بإذن الله. تابعونا على مدار ساعة وربع ساعة تقريبا على موجات صوت العرب من القاهرة، أحداث وموضوعات ونكشات، وهننكش ضيفنا واستعراض للسيرة الذاتية. ولا وضيفنا كمان على فكرة ضيف يعني صاحب مسيرة النمر الأسود زي موضوع أحمد زكي كده، هو بدأ حياته من الصفر وإلى العالمية يعني. الله من الشخصيات المشرفة جدا في الخارج. يعني طبعا الحياة العملية حاجة مهمة، بس أنا هحاول أركز أكتر على الحياة الخاصة لأن ممكن يكون الجزئية دي مش معروفة للكثير من الناس. عن أستاذنا وضيفنا المتشرف معانا النهاردة على يتم موجات صوت العرب. بعد الفاصل مباشرة نبدأ هذه الحلقة مع ضيفنا العزيز الباحث الإسلامي رئيس الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج، الكاتب الدكتور أحمد إبراهيم مروه. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحقيقة الدكتور يعني وإحنا بنستعرض مع هذه الحلقة CV الحقيقة محترمة ومجتهد وبنى نفسه بنفسه، وله الكثير من المؤلفات كبير وله اسم كبير في النمسا في مجال خدمة الجالية الإسلامية هناك والثقافة والفنون في النمسا. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ازيك أستاذ عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. زيارتك بقى لمصر هذه المرة، أنت كنت معنا من فترة في الإذاعة. نعم. هل متعود تكون في رمضان موجود؟ لا تقريبا يعني بحسب الأقدار يعني. وطبعا دي زيارة عمل ولا زيارة شخصية؟ يعني زيارة للأهل والأصدقاء ولا زيارة عمل؟ لا تعتبر زيارة شخصية لأن أنا مستقر في النمسا وأسرتي معي. إنما العائلة هي يمكن ميادة تقصد العائلة. العائلة الكبرى يعني. العائلة الكبرى في النمسا، وبناتي إن شاء الله متزوجة. يعني هي زيارة عمل. زيارة تعتبر عمل وبعض المصالح تسجيل بعض الحلقات. ربنا التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. وتخليص أيضا الكتاب الجديد الصحافة والإعلام والبعد الأخلاقي للمهنة. تناولت منه جزء كبير وأعرضه إن شاء الله على بعض المطابع لإيجاد الرؤى السليمة حول الطبع، كيفية الطبع إن شاء الله. طيب احنا هنتكلم طبعا هنستعرض في حلقتنا كل مراحل حياة دكتور أحمد ونجاحاته وأعماله وأثره اللي بيقدمه في المجتمع. بس أولا نبدأ بأهم سؤال، حضرتك من مواليد شهر فبراير عام 64. يعني برج شهر كام؟ فبراير؟ لا الحمل في ابريل 21/2/64. طيب تمام. دكتور، هل تؤمن بالأبراج؟ أنا لا أعتقد فيها أساسا ولا أؤمن بها، ولكن لي تحفظي على بعض من يقتدون بها. ربما فيها أشياء أنا لم أرها من بعد. يعني أنت لم تدرس الموضوع أصلا؟ لم أدرسه ولم أكلف نفسي بالبحث. طيب حضرتك ما حسيتش في بعض الأحيان إن الأبراج بتحدد سمات شخصية بعض الناس؟ هم العلماء يجتهدون في ذلك ويحددون بعض العلم أيضا لا يرفض البحث والتنقيد كما أبحث أنا في عالم آخر. فهذا يجب علينا أن نقصر الأفكار على أفكارنا نحن فقط، من باب تعلم السحر ولا تعمل به. فهذه أيضا ممكن من باب التسلية، من باب اكتشاف أشياء جديدة. يعني حضرتك لا تؤمن بها بالنسبة لك؟ لا أؤمن بها قدرا من الناحية الدينية، لأن الله علام الغيوب. صحيح. ويعني في مقولة تقول كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي مرة أخرى ولو صدفوا. ولو حصل تصادف. وهي فعلا المنظور الديني يعني غير مستحبة. الحياة الدينية كلمة يعني أنا أعيب على بعض الإخوة عندما يقولون صدفة.
الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء بالصدفة، كله مقدر ومحسوب، نقول قدرا. نعم نحن تعودنا على ذلك منذ الصغر، فأنا نفسي عندما أقول صدفة أقول قدرا، فيجب تصحيحها حتى لأولادنا القادمين إن شاء الله في الحياة العلمية والأدبية. تمام. لكن برضو حتى نكون منصفين، أنت قلت يا دكتور أنك لم تدرس هذا الموضوع بالشكل الكافي، ولكن هو المسألة الأبراج ليست فقط مرتبطة بالتنبؤات، وإنما هي الصفات المشتركة، ودي علم ودراسة. صحيح. الصفات المشتركة لمواليد فترة زمنية معينة، وفكرة تأثر الإنسان بالبيئة، ومدى تأثر الإنسان بالأبراج أنت عارف إنه المد والجذب يؤثر على الإنسان. نعم. هي دي ده المقصود لا أرفض العلم مطلقا، ولكن أحب البحث. أنا أبحث، أنا باحث. يعني أنا تركت الشعر جانبا، وتركت حتى بعض المقالات لكي نبحث. فالبحث شيء عظيم جدا، لأن البحث هو نتيجة يعني يبحث الإنسان ليكتشف ما قدره الله. يعني يمر العام مثلا بعد 100 عام سيبصر إنسان شيء معين لم يكتشفه الآخر. كم فبراير يا دكتور؟ نعم كم فبراير؟ 21. هيبقى برج الحوت، برج مائي يعني برج على فكرة أبراج المائية. طيب خلينا بقى بما إنه طبعا هو الإنسان لو لقى البرج الخاص به جميل ممكن يؤمن شيء بالأبراج إلى حد ما. ولكن هي يعني تريح نفس في بعض الوقت. لا أنا عايز أقول لك يا دكتور، أنا عايز أقول لك على حاجة. تفضل. إنه بما إنك أنت عايش في النمسا، فالمفروض تكون يعني متابع لهذا الموضوع. لا مش مسألة متحضر، هم يؤمنون بهذه الأمور الروحانية كل أوروبا بشكل كبير، وبالعكس بيدرسوا شخصية الإنسان بناء على لابد وأنت بتدرس شخصية تعرف هو برج إيه. نعم. ليه؟ لأنه ده مرتبط بصفاته الشخصية. أنا ممكن أدرس الإنسان بتعامله معايا من خلال الحديث، يعني طبعا مش من أول نظرة تعرف الإنسان، التعامل. ويعني أنا لي صديق أعتز به، وهو من ترك في فكرة الكتابة، لأن أنا أصلا رسام وخطاط. صحيح. حضرتك تمتلك العديد من المواهب. فوجدته اسمه الأستاذ زين الحسنين، كتب مقطوعة صغيرة عن النملة، فتعجبت كثيرا وقلت كيف كتب هذا ونحن من قرية واحدة. فتأثرت بذلك. فعندما سافر إلى النمسا قبلي بمدة شهر، ذهبت إليه فقال لي اسكن معنا. فقلت له وهذا هو المهم، أنا أحبك كثيرا، وعندما تحب صديقا كثيرا يجب ألا تسكن بجواره أو معه في سكن واحد. قال لي لماذا؟ لا، في هناك فكرة جميلة ربنا سبحانه وتعالى نوع من أنواع الاحتكاك فيتغير مفهومه عن هذا الشخص. لا، هو كمان حضرتك أنا اكتشفت حاجة إلهية، قلت له نفضل يعني بالعامية نفضل أصدقاء وحبايب، لأن أنا دائما أتصنع بعض الشيء وأتحفظ لكي أظهر لك كل ما هو جميل عندي. لكن في الحياة اليومية بتسقط جميع الأقنعة. نعم، أنا ممكن بتعامل مع شخص تاني أساء إلي، أفرز بعض العصبية، يأخذ عني فكرة سيئة، فأنا ممكن أزورك زي محمد عبد المطلب لما يكون حبيبي في السيدة وأنا ساكن في الحسين، وكل يوم أزوره مرتين، أنا ممكن أزور 4. صح. بس نفضل حبايب مع عدم الإقامة. طيب تعالى بقى نطبق عليك يا دكتور الأمر. اتفضل. أنت دلوقتي إحنا حددنا البرج وهو برج الحوت. نعم. وهنقول لك صفات برج الحوت الإيجابية إيه والسلبية. نعم. وأنت تقول لنا إذا كان صح. أنا شايفة أول صفة من الصفات الجميلة وهي الكرم. كريم. الحمد لله. أنا لا أشكر في نفسي، ولكن فعلا أنا أحب الكرم وإكرام الضيف، وأحب أبذل وأعطي الكثير، لأن أنا كنت صغير كنت يصعب علي الناس الفقراء، فكنت أقول لوالدتي المقبر سوف أعطي هؤلاء الناس. وقالها ابني أيضا مهندس إبراهيم في الصغر. فأنا ما زلت ومن العطاء، وأنا كاتب مقالات في كتاب الطرف المنحرفة، من العطاء تجد الخير، ومن هذا القبيل. فكل نفس معطاءة تلوذ برضا الله سبحانه وتعالى،
وتشعر بالطمأنينة. الطمأنينة لا تأتي من الخارج ولكن تأتي من الداخل، والسعادة في إسعاد الآخرين. مظبوط. وأنا يعني بفضل الله لا أريد أن أتحدث عن أسرتي. أنا اتخذت الحديث الشريف وأتمنى من الله ألا تكون هذه صرصرة المقصود منها معرفة الناس لأخباري، لأنها بيني وبين الله. أعطيت كل أموالي لأبي. المرء وما يملك لأبيه. ممكن كثيرون لا يصدقون ذلك. فسألني والدي فقال لي أنا أسألك سؤال بس جاوبني صراحة، لماذا وضعت أموالك معي اتضحى معي؟ قلت له لأبي لتظل كبيرا، عندما يطلب منك بعض من الإخوة أي مال أعطيه كأن هي أموالك. فقال لي الله يرضى عليك. كان دائما يقول لي يحب ربنا يوسع عليه معيشته وسكنه، فربنا الحمد لله وسع عليه، والأوسع والأفضل هو الكرم في العلم. فأنا يعتبر أغنى واحد في العالم الآن من الحصيلة العلمية ومحبة الناس ودعاء والدك ودعاء والدي ووالدتي. طيب احنا كده الكريم، احنا كده خلاص. فجزء الكرم أطلع في بعض الشيء. أعتقد أنه هيكون لي علاقة شوية بالعائلة، فأنا أحب أسأل. هو من صفات برضو برج حضرتك الإيجابية الرومانسية، فحضرتك تتوقع أو يعني فعلا منعكس عليك في الحياة الشخصية مع زوجتك مع أولادك؟ هم معظم الناس يصفوني أو المفكرون يصفوني بأني يا أبيض يا أسود. عندما يستطيع الإنسان يمزج ما بين الحياتين، أنا تقريبا أصف هذا الخليط باللي هو المذهب المائع. لا يمكن أجامل أحد بكذبة. هذه الصفة لا أحبها في أحد. ممكن أتكلم فلان سيء عمل كذا وهذا من باب الكتاب. يعني أعتقد أن صفة الرومانسية مش لازم واحد يكون يعني نوع اللي يجامل كثيرا، بس تبقى ببعض اللفتات ببعض الكلمات التعامل. الجانب أولا أقول لحضراتكم الجانب أو السؤال الجميل دائما عندما يسألوني في هذا، أقول السؤال على شخصي أنا يتغير في المراحل العمرية. مظبوط. صحيح. يعني أحمد أنا من 10 سنوات غير الآن. أنا نسأل حضرتك هذا السؤال بس بعد برهة من الزمن. نعم. وأنا برضو لازم أربط ده، هناخد فاصل زي ما بتقول مائدة، لكن أنا لازم أربط ده بالشعر لأنك شاعر، والشعر رومانسي. الحب في حياة الشاعر. وأعتقد حضرتك كاتب أي أبيات شعر تخص لازم طبعا الحب في حياة الشاعر، حتى لو في مرحلة يعني سابقة، مش لازم في مرحلة. أنا أحب جدا، وأنا أساسا رسام وخطاط وأحب الجمال وأحببت كثيرا. يعني أنا لا أتكلم بالصراحة، أحببت كثيرا وأنا في المدرسة، لكن كان حبا مؤدبا. ما هو دي رومانسية، وده المقصود بيها رومانسية. طب احنا بعد الفصل نسمع قصيدة رومانسية بقى، بما ان احنا بنتكلم عن رومانسية برج الحوت. هناخد فاصل ونعود إلى قصيدة رومانسية للدكتور أحمد إبراهيم بعد الفصل. أهلا بحضراتكم. بنعود مرة أخرى إلى ضيفنا العزيز الدكتور أحمد إبراهيم مرعوب، وهو يعني رئيس الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج، والحقيقة نشاطات كثيرة، وأحد أعضاء الجالية المصرية بالنمسا. مرحبا بك يا دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك. احنا قلنا الرومانسية، وقلنا ان في قصيدة هتقولها رومانسية دلوقتي من ديوانك اسمه ايه؟ سألنا حضرتك قلت ان في فعلا بعض الخواطر والقصائد اللي حضرتك كتبتها فيما يخص او علاقة بزوجة حضرتك، فاحنا عايزين بقى نعمل لها كده. هو الشعر رومانسي فيها حقها. الشعر رومانسي والله موجود. الإهداء الديوان الوحيد اللي كان لزوجتي. ممكن نبدأ بالإهداء أو اتفضل. شكرا. إلى نبع الحنان، إلى فيض المحبة والإخلاص، إلى القلب الذي ملأ حياتي بهجة وسعادة، إلى ملهمتي، إلى عقلي، إلى مخيلتي، إلى ذاكرتي التي احتفظت فيها بنتاج فكري، إلى قلبي الذي احتفظت فيه بمشاعري وحواسي، إلى من رسمت لها حروف كلماتي ونبضات شعري. أهدي هذا العمل الإبداعي مع أجمل عبارات الشكر والامتنان
وجزيل المحبة والإخلاص من قلب فاض بالمحبة إلى زوجتي الحبيبة، مع أزكى التحيات وأجملها وأنداها التي أرسلها إليها بكل الود والاحترام، زوجك المخلص لك دوما، الشاعر والكاتب دكتور أحمد مروح، بتاريخ يبدأ من يوم خطبتي لك. ما شاء الله. في رومانسية أكتر من كده؟ لا، الصفة دي بقى بالظبط تماما منطبقة. نسمع قصيدة. اسمه مشتهر باسم ابنتي، القصيدة كانت باسمها شيماء. شيماء يا رق الأسماء، سميت به لكونك الحسناء، رقة وجمال وروعة، سمتك فأنت الشيماء، تبارك الإله في جمالك، فأنت البدر حينما تصفو السماء، وأنت الشمس في نورها، وأنت مرآتها، والقمر يستمد منها الضياء، أنت نور القمر في بحر هادئ الأمواج، كوردة بيضاء تتميز بالنقاء، إذ ظهر الربيع بورودك فاستحق منا الثناء، عبير عطر يفوح به في كل الأرجاء، هكذا الربيع طبيعة مليئة بالأزياء، كم غنيت في لحنك دوما، وكم عانيت سهر الليالي، وكم من مرة رسمت صورتك، وكم ذهبت بعيدا بعيدا بخيالي، ولما لا وأنت منايا وكل ما يخطر ببالي، هنيئا لك حبي فأنت تسكنين في أعماقي، أراك مرسومة على الجذوع بدمائي، أجدك تجلسين بهدوء وصمت هناك في أعماق ذاكرتي، تذهبين بخيالك في عالم الأحلام، لكنك أنت الحقيقة لا الخيال. ما شاء الله يا دكتور، ما شاء الله. حقيقي يا دكتور. نقول خاطرة ثانية؟ لسه هناخد خلينا ناخدها كده فواصل، لكن أنا عايز أدخل على صفة ثانية اللي هي التعاون، من صفات برج الحوت التعاون. هل أنت متعاون يا دكتور؟ نعم متعاون جدا بفضل الله، مع أسرتي ومع زوجتي. لا أنا عايز التعاون بقى مع الناس، لأنه عادة حضرتك تذكره تعاونت فيه وكان واضح وجلي. الصفة لما تكون والله هو التعاون بس بتبقى محدودة، لكن احنا الفكرة التعاون حضرتك ناشط في المجتمع النمساوي، فأكيد التعاون ده جزء أصيل من شغل حضرتك وانتهاجك هناك ومنهجك هناك. هو التعاون دائما معظمه بيكون لوجه الله، فبيتبع الجانب الديني في أكثره. فربما إنسان يتعاون ولم يذكر هذا التعاون كي لا تضيع. لا بالعكس، لما بنذكر الدكتور بندي مثلا. نعم نذكر من باب التعاون في الأدبي. تاني حاجة أعمال حضرتك أكيد ظاهرة جدا خصوصا في المجتمع الغربي في الخارج. ممكن نتكلم من هذا الجانب. أعمالي الأدبية كلها معالجة للحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والفكرية، وأتضايق كثيرا عندما أجد أخطاء في شيء معين، أخطاء يجب أن لا تذكر، أخطاء تحط من قيمة الإنسان الثقافية. التعاون يجب أن يكون بيننا على التعاون الأخلاقي والإنساني. الإنساني نرجع بالإنساني قبل الديني وقبل الأخلاقي، لأن الإنسانية هي أصل الحياة وأصل الدنيا. صحيح. الإنسانية لله سبحانه وتعالى تعتبر كاللوحة المرسومة، والرسم يخص العالم كله وكل اللغات، ويفهمه كل من يملك لغة غير الآخر، حتى من لا يتحدث. نعم. الرسم لغة الصم والبكم ولغة كل العالم، هي لغة الشعور والإحساس والأحاسيس، وكل إنسان ينظر هنا من الناحية الجمالية إلى اللوحة برؤيته الخاصة. فالتعاون أيضا عندما أقدمنا على عمل الاتحاد العربي النمساوي اللي أنا أحب أن أتكلم عنه الآن، لأن تكلمت كثيرا في الحلقات، بس هو عمل تعاوني كامل في الأصل. هو عمل تعاوني وعمل يعتبر كمن ينشأ
برجا سكنيا بطريقة حديثة جميلة تقول للعالم هنا الجمال، هنا الفكر، هنا الراحة، هنا النقاء. والمباني عندما ترتفع ينسى الناس كثيرا من هذه السمات وهذه الصفات. أن المبنى عندما يرتفع يرفع معه الشموخ، يرفع معه الخلود، يرفع معه النسمة الطيبة الجميلة، يستنشق كالوردة الجميلة تستنشق كل الهواء النقي في أعالي السماء أو أعالي الهواء، بعيدا عن الأتربة التي عندما تصل إليه في وقت ما يكون قد الإنسان استشبع ونشط بالهواء الجميل. فالحياة الفكرية ممكن نمثلها بطرق كثيرة جدا، كالظهور في الحديقة، تنسيق، وأنا كتبت خاطرة في هذا الكلام، تنسيق الزهريات حتى يرى الإنسان الجمال. هناك أناس يرون الورود الحمراء وكأنها ترمز إلى الدماء، إلى القتل، إلى الرعب، إلى النار التي يخاف منها لعمله السيء. وناس تراها ترمز إلى الحب. والجانب الآخر الرومانسي يرى أن الوردة الجميلة وردة كالدهان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو نظرنا إلى الكون وأصل العالم هو الظلمة، المادة المظلمة هي الأصل، والمادة الباردة هي الأصل. الشموس وكل مليارات الشموس والأقمار لا تستطيع أن تنير أكثر مما أراد الله لها. فنجد في انشقاق السماء أو بالأجرام السماوية نجد اللون الأحمر لون جميل صحيح كالدهان، كلمة في سورة الرحمن كالدهان، جميلة لونية. وبرضه غروب الشمس برضه والحمرة اللي فيه، منظر غروب الشمس عند البعض مخيف كأنه يذكره بالنار بآخرته حسب أعماله، والبعض الآخر بيعتبره منظر رومانسي جميل. الشعراء يعتبرونه مصدر إلهام للشعراء وللشعر والقصائد الجميلة. لأن لماذا الغروب مع حمرة الشمس والدماء المتساقطة؟ أنا كتبت قصيدة في هذا المجال وأنا في الطائرة وأنظر إلى قرص الشمس العالقة ما بين السماء، ما بين سماء وماء وفضاء رحب يسع كل القلوب الحائرة، كنت أنظر إليها وحدي، حتى أنا حفظت منها بعضها. فينظر إلى الغروب والشمس وهي تنزل في الماء، منظر مخيف. لماذا؟ لأن كلنا نكون في فترة صحيان، لا يستطيع إنسان منا يقسم ويضبط المنبه على أنه سيصحى الساعة 5 عشان يشوف شروق الشمس ويكتب ويتغذى في الشمس. فهي الحاجة والارتباطها بالبيئة هي التي تحكم المعايير. الرومانسية اللي حضرتك مصر عليها، لا، الاستماع للآخرين، الاستماع للآخرين، نسمع للآخرين كثيرا. عندما يكون الجو هادئا والمتحدث المقابل لي أعلم مني أستمع إليه ولا أتكلم. ده الكلام ده في التلقي العلمي، وغير العلمي. لكن يعني في حاجة تانية للاستماع للآخرين، فكرة ان انا استمع لزوجتي ولأولادي، يسمع الكلام وياخد رأيها. هو الاستماع احنا صنفناه على انه يستمع لها، ياخد بكلامها، ياخذ بكلامها. وهل حضرتك يعني فعليا بتطبق هذه الصفة، انك بتستمع للآخرين وللمشاكل اللي ممكن تكون بتمر بيهم؟ لزوجتي أخذت مراحل لكي لا أكذب ولا أنا لا أقسم بالله ما كتبت كلمة إلا كانت واقعية. تمام. أستمع عندما كان زوجتي تصغرني ب10 سنوات. فكان في بداية الحياة أظن أنها لا تستوعب هذا الشيء مجازا يعني. ممكن خلي هذا الشيء من قبيل السر حتى تنضج، حتى تتفهم. وكلنا في بداية الحياة الزوجية كله لابد أن يأخذ على الوضع، تستقر الحياة لا تستقر. ونحن مجتمع شرقي للأسف لا تطمئن الزوجة لزوجها ولا الزوجة إلا بعد وجود الأطفال، بعد الأطفال، وجود الأطفال. ومن هذا القبيل نشأت الأشياء اللي أنا ووالدها. اربطيه بولد، بنت جبت بنات كمان ولد، لازم ولد لابد حتى يمسك فيك، تمسكي فيه. فحتى لو الإنسان أنا مش لا تخطر هذه الأشياء في ذهني، الأمهات تقوم بنصيب بعض الأمور، زعزعة الأمور. كل أم تحب ابنتها، دائما المخاوف تحيط. فالحمد لله
يعني زوجتي استقرينا حياتيا، وبعدين تسمع آرائها وتشارك معك حياتيا منذ 20 عاما، منذ أن قدمت إلي في النمسا. نحن نعيش في النمسا منذ 20 عاما. كانت حياتي كلها قمة التفاني في الأسرة. ممكن أجعل زوجتي تحبني دون أن أقول لها كلمة جميلة، بالمعاونة في شغل المنزل. صحيح. هو الأساس وليس الكلام فقط. السلوك الديني، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاون زوجته وأبنائه وفاطمة وكل مظبوط. لأن ناخدها الحياة الدينية. طيب أعتقد هناخد فاصل. هناخد فاصل. كلمة حفيد ونفس الكلام اللي بيتكلم عنه الدكتور بالظبط، يعني اللي هو اربطيه بالمال، عشان دي ثقافة، هي دي ثقافة موجودة في المجتمع يعني. صحيح. احنا في أرصاد شخصية بنتواصل مع ضيفنا العزيز الدكتور أحمد إبراهيم معو، رئيس الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج، وأحد أعضاء الجالية المصرية في النمسا. دكتور كنا خلصنا يا دكتور الإيجابيات الخاصة بسمات الشخصية الخاصة بسمات برج الحوت. نبدأ قبل الشخصية، ناخد قبل الصفات السلبية. كان جزئية كده قصيدة حضرتك كنت كاتبها برضو تتمشى مع فكرة الحياة ونفس المشهد اللي احنا سمعناه بس بأبيات شعرية. هي تعتبر من ضمن المعاناة أو المعاناة العفيفة التي المقصود منها الإصلاح وليس دائما التذمر والشكوى. ربي ها هي الدنيا التي كلما أردناها إصلاحا أخفقنا، وكلما أردناها نعيما وملكا لا يبلى أصبنا فقرا لا يفنى، وما قاومنا بل استسلمنا لمر أصبنا، وتركنا المكان ومضينا، وفي قلوبنا مر ما ذهب بكل الماء لو ارتوينا، وكنا هذا نتيجة كتاب تركناه فما اهتدينا، فزادت الهموم هما لأننا لك عصينا، هكذا شياطين الإنس تدعوننا وكأننا بشيطان الجن ما اكتفينا. خاطرة أخرى من الحياة، التدخل في الحياة الشخصية حتى بمغازلة الطرف الآخر أو الجنس الآخر، ولم تحترم أسرتها وزوجها، هذه نقول لها اتق الله، لأن الشرع هو الأصل. فكتبت وتخيلت المحاولة بهذه الخاطرة: ما زالت تحوم فوق قبري أيتها الذبابة القاتلة، لماذا تحومين؟ أنا هنا، ماذا تريدين؟ أنا تحت الثرى دفين، أكلمك هل تسمعين؟ قد كنت يوما في الحياة مسكين، لذا نحت قبري بالسكين، أتبحثين عني لتأكلين؟ كل اليوم مني وغدا تؤكلين، نفس المصير حتما تلقين، بعد ثوان بجواري سترقدين، أنا دفين القبر وفي السم دفين، أبعد ذلك ترغبين؟ كنت أعرف أني عابر سبيل، لذا أرقد فيه غير ذليل، قد كنت فوق الأرض أسير، وهان اليوم في جوفها أسير، وشتان بين منكر ونكير، وإلى الله كل الأمور تسير. هو دكتور ميادة بيغلب عليه المسحة الدينية. صحيح، واضح من شعره جدا من الشعر، وضربت الأدب الإسلامي. بالظبط. طيب دكتور، صفاتك السلبية يا دكتور، قبل ما اقول لك الحاجات اللي الصفات السلبية، ولابد أنني إنسان كلنا كل الصفات، من يدعي غير ذلك فهو كاذب وليس بكذاب يعني. طب أكثرها حدة عند حضرتك؟ أنا طبعا قلت لحضرتك في أول الحلقة أنهم كانوا يصفوني منذ الصغر لأني أبيض أو أسود، أحب الحياة، الحياة عندي أبيض أسود. وفي بعض المرات كانوا يوصفوني بأني حاد الطباع.
حد الطباع ممكن يظهر عندي عندما أريد أن أغير شيء أفعله هو الصحيح في نظري، وأتأكد من ذلك بعد فساد الأمور، وأتأكد لي أني كنت على حق، يلومونني ثم يقولوا أنك حد. أوكي، أنا حد، لكن حد لماذا أنا حد؟ أنا حد لأغير إلى الصحيح. أنا لم أطلب منك وهذه النظرة يجب أن تعالج. أنا لم أطلب منك من الإصلاح أن تذهب إلى الانكسار. أنا أطلب إصلاح. ربما تكون الطريقة مختلفة بعض الشيء. أنا إنسان أحيانا أبقى عصبي جدا لأن المقابل مستهزئ بأفكاري أو بي شخصيا، فأكون عصبي جدا. عندما أعالج كثيرا من الأمور تكون أيضا لصالح الشخص نفسه، يرفض، وبعد أن ينكسر أو يصاب بالأذى الذي كنت أمنعه منه خلاص. طيب خلينا نعرض عليك. الصفة الأولية فيما يخص الصفات السلبية عندنا غير مطابقة بالمرة. لا، هو التهور هل لا بس الشخصيات اللي اتكلم عنه الدكتور هو التهور. طيب بس ما فيش الجزئية الأولانية، يعني ما فيش جزئية السلبية. حضرتك من النوع اللي بتتخذ مواقف في حياتك وحادة وواضحة وصريحة. لكن هو السلبية هنا أخذ قرار أتعجل فيه بعض الشيء لضيق نفسي أو صدري، ثم أكتشف أنه كان خطأ وألوم نفسي عليه، فأرجع إلى الله سبحانه وتعالى بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أستغفر الله العلي العظيم رب العرش العظيم، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاءه وهو ما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأحيانا الخطأ أو السلبية ممكن تكون نتيجة قصر معلومات. وأنا كتبت هذه الكلمة في رسالة علامية الحج، رسالة الماجستير، وأحد الأساتذة المناقشين أنا كتبت في هذا الكتاب، وربما لم أتحصل على أجزاء العالمية كلها كاملة، ربما لقلة علمي أو قصر فكري. فالأستاذ سامحه الله الدكتور هو كان من سني، هو الوحيد الذي ذكر وعلق في التعليق لقصر فكرك، ولم يقل لقلة علمي، فتقبلتها. فنحن طلاب علم، صحيح. فالعلم إنسان، وتحطمت هذه السلبية عندي عندما بحثت في الأبحاث العلمية. وأنا قلت لأستاذي عندما أخذت الليسانس كان في النفس منها حاجة، قال لي والآن؟ قلت له الأستاذ الدكتور أحمد منصور سبالي من الناس المحترمين من علماء الأزهر الشريف، قلت له، قال له وقال لي والآن؟ قلت له بعد أن أخذت الماجستير سعدت فيه كثيرا، قلت لقد هدئت وانكسرت النفس وأحسست أنني طفلا صغيرا ويعلوني علماء كثيرون قصر، وما زلت أحتاج إلى علمهم. تمام. فشكرني على ذلك. هو المقصود بالسلبية هنا يا دكتور ان انت ممكن تحل مشاكل الآخرين، لكن مشاكلك انت بتتعامل معها بسلبية وممكن تهملها. يعني بالنسبة لهذا الجانب أنا أؤثر الناس على نفسي، يعني أعلم أنني أضر نفسي لصالح والدي أو لوالدتي، خوفا من أن أنال منها دعوة سيئة. وهذا حدث بالفعل. يعني أنا أذكر في حياتي والله وهذا حدث. أنا كنت فعليا برضو كان نفسي أسأل الدكتور سؤال بالنسبة لي برضو جوهري. يعني حياتك كانت حياة زاخرة وعامرة وفيها الكثير والكثير من الإنجازات. لو تقسم حياتك حسب فصول السنة، ننتقل بقى شتاء، غريب، خريف، صيف، ربيع، لأن الحاجات السلبية أنا مش شايفة أنها صراحة تطابق حضرتك. السلبية طبعا كانت يعني عايزة أسلط برضو الضوء عليها. ممكن يكون يعني أنا حياتي ما كانتش بهذا الجمال ولا بهذا النضج الفكري والأدبي.
منذ 30 عاما مثلا. ما احنا هنقسمها بقى من خلال هذا التقسيم. حضرتك بقى ايه تقسم لينا سنوات عمرك؟ الخريف والربيع والصيف. الربيع، الصيف، الشتاء. نعم. بالنسبة حياتي الحياة بالنسبة لفصول السنة وأنتم قسمتموها على ذلك، وهذا تفسير جميل جدا. يعني أشكركم، وإن كان لو كنت اطلعت عليه منذ فترة شهر أو أكثر كنت عملت عليه بحثا. وممكن أعمل عليه بحث جميل جدا ونقدمه هنا مرة أخرى إن شاء الله. الأطروحة جميلة، تسمى أطروحة فكرية جميلة أدبية من ناس مثقفين واعيين. فخطر في ذهني الآن أنظر إليها قبل أن آتي إلى حضرتك أو حضراتكم. لاحظت فيها شيء جميل جدا، وهو تقسيم الفصول ولا يمر كهكذا. تقسيم الفصول لو أحببنا أن نفصلها من جانب فكري وأدبي نرمز إلى الصيف والربيع بالدنيا، والخريف والشتاء بالآخرة. فالإنسان برضه المسحة الدينية برضه متغلب. وممكن تفسير تاني اللي هو فكرة الشتاء اللي هي العواصف والأمور الممطرة والحياة الصعبة اللي مريت بيها. الربيع اللي هو ازدهار الحياة بالنسبة لك وبدأت تجني ثمار حياتك. الخريف اللي هي الحاجات اللي العمر يعني نقدر الخريف والاحتضار والشتاء هناك تفسير جميل جدا في القرآن، اللي هو لو بحثنا في آيات المطر، ما بقول يا رب أمطر علينا ماء وأمطر علينا، هذا دعاء علينا بالمصيبة. أمطر علينا أو أمطرنا، أي أمطرنا بالعذاب. كل الآيات 9 آيات في القرآن الكريم بحثت فيها هي بكلمة مطر كانت للعذاب. فساء مطر المنذرين ومطر السوء. المطر للعذاب، تمام. يعني ظاهره جميل وباطنه العذاب. أصحاب الظلة فكروا ان الظل جميل بعد عذاب وبعد حر، فسقط عليهم العذاب صبا. فيعني كأن الله سبحانه وتعالى يمدح بإنسان يقول له أنت جميل كالهشيم مثلا. فآيات المطر كلها تعوز بالعذاب، أما الخير والنماء فهو الغيث. مظبوط. حتى نقول أغيثنا يا الله. مظبوط. فبالنسبة للصيف تحب تقول حاجة؟ هنقول أنا هسألك، خلينا أنا أسألك أنا وميادة بتقسيمنا احنا. اتفضل. لو قلنا مثلا الشتاء اللي هو مليء بالعواصف والرعد والبرق، الفترة الصعبة في حياتك كانت امتى؟ اللي كانت مليانة عواصف وغيوم ومطر وغيره. هي والله يعني الحياة كلها فترة صعبة، وأنا كنت أظهر بمظهر السعادة والسرور، إلا أنها قاسية الآن جدا. لكن أنت في الربيع حاليا بتجني ثمار جهدك وعملك وحياتك، لكن أنت في مرحلة كانت المرحلة دي صعبة بالنسبة لك. أنا قرأت الآن كذا ربيع مليء أو فترة معينة كنت يعني في خاطر نفسك بتقول لا فعلا يعني الفترة دي صعبة قوي، عاصرها عالية قوي، ويعني ممكن أوطي سنة كده عشان الدنيا تعدي. يعني كثيرا اضرب لنا أمثلة. عايزين أمثلة من حضرتك. أنا المعلومة اللي حضرتك يعني كنت تريدين أن تدخلين فيها وتحركتي، المعلومة الشخصية، الحياة. خرجت منها منهك. أسبابها يا دكتور؟ أسبابها والله من أسبابها ممكن الإنسان يتكلم يقولون هذا يدعي ادعاء. رسالة الماجستير كنت أجلس عليها، أنهيتها بفضل الله في 13 شهرا. اليوم متصل بالليل، لأني قبلها لم يرتاح الجسم، فكان وأصلا على الاحتجاج. الجسد العليل. أنا أصبت في حادث سيارة قلبت بنا عدة مرات في عام 2012. سلامك الله يا دكتور. سلامك الله. كنت أقول لا إله إلا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، وكان خوفي أن تقول لا إله إلا الله لأشخاص يحتضرون يقولون لا، كما حدث للإمام أحمد رضي الله عنه. كان يقول لا، يقول له قل لا إله إلا الله، وابنه يقول قل لا يا أبي لا إله إلا الله، يقول لا.
فعندما مات ودفن وجاء في القبر في المنام لابنه قال: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله، تقول لي لا. أحرقتني أمام الجميع وأنت الإمام. قال: لا يا بني، كنت أقول لا ليس لك، كان الشيطان يغويني عن ذكر الله، فكنت أقول له لا لا لا. فهذا الظاهر الذي نراه شيء مخفي. لذلك الإنسان عندما يرى هذه من المعالجات الأدبية يرى أشياء تبدى له سيئة، عليه أن يعقل، الله أعلم بها. بالنسبة انت مريت بعمليات جراحية كثيرة، ودي أيام صعبة في حياتك يا دكتور. يعني ذكرت الجانب المظلم والشتاء والأعاصير والأمطار. أنا كنت أريد أن أذكر الربيع والصيف. الجانب المشرق كتير جدا، يوم مشمس في حياتك حسيت فيه إن ربنا عوضك كل تعبك الفترة اللي فاتت. عندي جوانب كثيرة مشرقة والحمد لله. أسكن في القاهرة الآن والحمد لله، ربنا رضى عني شقة في القاهرة عملتها صالون أدبي. الأشياء الجميلة هذه عندما ولي صالون أدبي جميل جدا جدا في الأرياف، في قرية البساتين أجد أهلها. تكلف الكثير، ولكني بفضل الله أريد ألا أزوج بأولادي وبناتي في هذه المعيشة الصعبة التي عشتها. أريد أن أتحمل. أنا أعمل الحياة المظلمة عندي، أنا كنت رحى أو الحجر الذي عصر لإكرام الوالدين والأخوات والإخوة والأخوات الذين لا يعترفون الآن بذلك، ثم إكرام أبنائي. فربنا سبحانه وتعالى الجانب المشرق الجميل. خرجت من حادثة عظيمة في عام 2012، ولكن هذا أجلسني في البيت اللي أبحث في الأبحاث العلمية. فكان لها فأخذت الليسانس دراسات إسلامية وعربية بتقدير عام ممتاز. ما شاء الله. أخذت الماجستير بتقدير عام ممتاز. الدكتوراه الآن أعملها، وهذا الجانب الطيب منذ 5 سنوات، لكن العمليات الجراحية عقب حالة دون مناقشتها. فاسمها الاستقامة والصراع للشخصيات المسلمة في الغرب. فالحياة جميلة. كتبت أشعاري وهذا ما خرج من نفسي. الحياة في بداية وجودك في النمسا كانت صعبة ولا سهلة؟ هل تعتبرها شتاء ولا ربيع ولا خريف؟ كانت حياة بالنسبة لشاب في مقتبل 26، لم ينضج فكريا بعد، لا يشعر أيضا حتى بالآلام هل هي صعبة أم خفيفة، إلا أن الإنسان في قواه وشبابه يتحمل ولا يدرك. لو المآسي دي عادة كانت ميسرة، والله كان ربنا ميسرها بيسر. عندما ذهبت وكأن الله أراد أن يذهبني لأعالج. فكانت الأمور ماشية طبيعية جدا. ربنا أكرمني عندما اجتمعت بأسرتي في النمسا ولم الشمل كما يقولون. ده من الأيام المشرقة. اجتماع الأسرة معك. أكرمني ب3 بنات وولدين. أكبرهم كنت أتمنى أن يكون لي ابنة في البداية، كانوا يسمونوني أبي شيماء. حصلت على دبلوم إنجينير، وهي الآن عمري 28، متزوجة ولا طفل الآن. ابنتي أميرة دبلومة في الخدمة الاجتماعية، متزوجة ولها ابنة. ابني إبراهيم دبلوم إنجينير الحمد لله، وهذا من فضل ربي. وابني رضا في الثانوية العامة، خلص الثانوية العامة وخلص الجيش، لأن الجيش غير هنا، والآن في كلية آداب في النمسا. وابنتي الأخيرة في الثانوية العامة. دكتور، أنا كنت عايز أتكلم أو أستخدم جهاز اسمه جهاز استشارة عن بعد. وأنا هقول إن هو إيه، أنا بطريقة أو بأخرى عايز أسأل عن أحلام حضرتك فين 10 سنين من دلوقتي؟ شايف نفسك فين؟ من 10 سنين؟ لا، اللي جاي اللي قدام. جهاز استشارة عن بعد. طموحات. مستقبلي. طموحات. نظرة مستقبلية. نعم. أنا هذا الجهاز الاستشارة عن بعد استشعرت به منذ عام 2020. جيدا. سؤال جميل جدا جدا. وأدركت عندما عملت الأجرية في هذه العملية الأخيرة
لابد وأن ألم كل كتاباتي في كتب، فكنت أدعو الله ألا يميتني قبل أن أجمع كتبي. فالآن لدي 4 كتب، والكتاب يعني كتاب العالمية 560 صفحة، كتاب الطائرات المنحرفة 470، الديوان غربة دون افتراض 160، رسالة الدكتوراه 400 صفحة. أعد بفضل الله الآن الجزء المجلد الثاني من كتاب العالمية 150 الآن. الكتاب الجديد الصحافة والإعلام والبعد الأخلاقي للمهنة إن شاء الله نخليه جزء كبير ونكتب عنه اللغة العربية والأخطاء اللغوية وما يقع في بعض الإذاعيين. أعد برسالة أسمى وأجمل، أتمنى أن أكون مثل الدكتور مصطفى محمود في بحث مع الخالق، وهي رسالة الله أكبر. لماذا؟ وسألت علماء الأزهر لماذا قال الله سبحانه وتعالى أو قيل الأذان بالله أكبر ولم يقولوا الله الأكبر، مع أن الله بالألف واللام هي الأعظم المعرفة. فوجدت بعض الأشياء منها عندما يعمل الإنسان شيء كبير يقول الله سبحانه وتعالى اتركه الله أكبر من هذا. فهذه الرسالة التي أتمناها لي الروحانية والخلو والسمو بالنفس للراحة من عناء الطريق. وكتبتها في قصيدة أيضا بعدما هده السير والمسير. أريد الجانب الجميل والأجمل في حياتي عندما أعطيت لي درجة الماجستير يوم جلست أسبوعا لم أستطع من الأكل. حضرتك إن فصل الربيع لسه جاي. هو فصل الربيع بالنسبة لك والناس وبحسب التنبؤات اللي حضرتك عملتها بجهاز الاستشارة عن بعد، ففصل الربيع جاي قريب. المعلومة الأجمل أيضا الأجازة في وقت نزلت المرة السابقة لأجري عملية جراحية هنا، والحمد لله رأيت في المنام، أنا عندما أرى الأحلام أسميها رؤى، تكون رسالة من الله. والله سبحانه وتعالى لا نقول لإنسان أنت تستشيخ أو تدروش. الرؤيا الصالحة جزء من بضع من 44 شعبة من النبوة، وتكثر في هذه الأيام وتكثر فيما بعد. إذا كان هناك 1,000,000 سنة أخرى إلى القيامة تكثر أكثر، لأن الزمن يخلو من الأنبياء. فشعرت بالرؤيا أن أجري إلى حتفي، فقلت للطبيب يعني معظم العاملين في المستشفى يقول لي امضي على لو مت ما لناش دعوه. في ايه؟ قال له والله يا دكتور انا خايف ان انت عندك الضغط والسكر ممكن يحصل حاجه، فانا قررت انت انسان الله يحفظك عندك رؤيه روحانيه حلوه، نفكر نتعالج بالعلاج احسن. دكتور جميل جدا، شاب ملتحي، يعني انا اتفضل. فقال لي انزل خد 75,000 جنيه اللي انت دفعتهم من الخزنة، مش هاخد منهم مليم وهنتعالج. فأنا ذهبت إلى النمسا ل3 أشهر. هؤلاء ال3 أشهر رغم ما يعوقوني من عوائق كثيرة يعرقلونني كي أتراجع عن أعمالي، شفاني الله وعافاني بالحقن وبالعلاج. يعني الدكتور كان المعالج كان له رؤية وحضرتك صدقت مع بعض، زي ما بنقول كده ايه، بعت لك إشارة بهذا الطبيب وبالحلم اللي هذا الأكثر من ذلك عندما تعانق الفكر مع الدين مع الإنسانية. تقول إنه الإنسانية قبل أي شيء. الإنسانية. أنا في النمسا وغربتي 42 سنة 42 سنة لم أخطئ في حياتي، وهذا فضل من الله. ورأينا الأموال الحرام كثيرة، لكن كيف تحملها؟ صحيح. يعني فكر أنت